السلام عليكم، صباح الخير. الفيديو ده يمكن يكون أحد أهم الفيديوهات في حياتي، وده لأنه بمثابة توثيق لآخر يوم في الفترة الأكاديميك. وللي ما يعرفش فإحنا عندنا في الكلية سنتين ونص أكاديميك وسنتين ونص كلينيكال. وبصراحة المرحلة دي كانت متعبة جدا، وده لأنه المنهج فيها جامد جدا جدا. ومش جامد اللي هو بالمعنى الحلو، لأ، جامد اللي هو رفلي كده، بمعنى إنك بتاخد المعلومة كوبي وبيست وتدخل الامتحان تكتب الكلام ده وبس كده. فالحمد لله إن الفترة دي عدت على خير، ونسأل الله السداد فيما هو قادم بإذن الله. وبصراحة أنا مبسوط جدا فكرة إن الواحد مننا بيخلص 50% من تارجت معين أو الرحلة بتاعته على مستوى الدراسة. ده بيدي شوت دوبامين كده بيخليك سعيد جدا، خصوصا لما تفتكر اللي مريت بيه من ضغط الامتحانات والمذاكرة والسهر. فالحمد لله. وحبيت أوثق اللحظة دي لعلها تكون دافعة لإخواتنا اللي في ثانوية عامة أو اللي لسه داخلين الكلية، واشارك معاكم الاخطاء اللي وقعت فيها والدروس اللي اتعلمتها على مدار السنتين ونص اللي فاتوا. ولكن عايز اقرا شويه لان فتره الاجازه الواحد بيحاول يسترجع نفسه اللي دمرتها الامتحانات يعني. فيلا بينا. عاد اليكم من جديد. عملت كده كوبايه شاي، وده لان الفيديو ده يمكن يكون فضفضه اكتر من انه فلوج. وبصراحه الفتره الاكاديميه هي فتره استفدت فيها جدا، سواء على المستوى الدراسي او على المستوى الشخصي. وخلوني اشارك معاكم اهم 5 نقاط اللي هم ايه، خلاصه الخلاصه كده. اول نقطه وهو توقف عن لوم نفسك اكتر من اللازم. من الحاجات اللي وقعت فيها اول سمستر في الكليه، وهي ان انا كنت داخل بنفس عقليه الثانويه العامه اللي هو هجيب فوق ال 90% او فوق ال 95%، وان لو قلت عن التارجت ده اكون فشلت. وبصراحه الطريقه دي مش صح تماما، وده لسببين. الاول وهو بسبب اختلاف نظام المذاكره في الكليه والمنهج الكبير في الكليه عن الثانويه العامه. وهنا انا مش بقلل من منهج الثانويه العامه، ولكن المنهج بيكون كبير جدا في الكليه عن الثانويه العامه كمان. والسبب الثاني وان الفكره ديت انك تجيب فوق 90 او فوق 95 كل سمستر، دي بشكل او باخر بتحط عليك ضغط سواء اثناء المذاكره او اثناء الامتحانات او حتى بعد ظهور النتيجه، خصوصا لو كانت النتيجه اقل من التارجت اللي انت حاطه لنفسك او اقل من اللي انت متوقعه لنفسك. وده بشكل او باخر هيترتب عليه انك تفكر بانك فشلت، وتدخل في حلقه مفرغه من الافكار السلبيه وان الكليه صعبه، بل ممكن تفكر انك تحول من الكليه. الحل هنا واللي بقيت بمشي بيه كل سمستر، وهو ان انا بذاكر واعمل اللي عليا على قد ما اقدر واجيب اخري. وده بشكل او باخر من خلال انك تشوف عدد الساعات اللي كنت بتذاكرها في الثانويه العامه وما تقلش عن عدد الساعات ده في الكليه. النقطه الثانيه وهي المقارنه، زي ما قلت، بعد ظهور النتيجه خصوصا لو كانت اقل من التارجت اللي حاطينه لنفسنا، بيبدا الواحد مننا احيانا يقارن نتيجته بنتيجه زمايله. والحقيقه ان الفكره اصلا غلط انك تقارن نفسك بغيرك، ولكن قارن نفسك بنفسك حاليا وقبل كده، عن طريق النقطة الثالثة هي التقييم المستمر وتتبع مستوى تقدمك. من النقاط اللي فرقت جدا في مستواي الدراسي على مدار السمسترات المختلفة، وهي إن أنا بقيم نفسي بعد كل سمستر أو حتى بعد كل موديول، وأبدأ أشوف إيه النقاط الكويسة اللي نفعتني أو حسنت من مستواي الدراسي وأشتغل عليها وأطورها، وأشوف إيه الأخطاء اللي وقعت فيها على مدار الموديول أو على مدار السمستر وأبدأ أتجنبها. وده من خلال التدوين في النوت بوك. وده هيساعدك بشكل او باخر انك تشوف مستوى تقدمك وانك تبدا تقارن نفسك بنفسك قبل كده ودلوقتي، وتشوف المستوى اللي وصلت له وتتطور على المستوى الدراسي او على المستوى المهني باذن الله. في كل العلوم اللي في الدنيا تجد في النهايه ان هي بتاخدك لنقطه واحده، وهي ان لا اله الا الله. مثلا وانت بتذاكر وتشوف ازاي الجسم بيشتغل، ازاي النيورو ترانسميتر بتشتغل، ازاي ماده بسيطه زي الدوبامين او مش بسيطه قوي زي الدوبامين لو زادت يحصل مرض معين، ولو قلت يحصل مرض تاني مختلف تماما، وازاي الجسم بيتعامل مع كل ده بردود افعال مختلفه. مثلا ده البرين، انا كنت فاكره ان هو كتله واحده او وحده واحده، طلع لا، طلع ان هو عباره عن نصفين، وكل نص بيتقسم لاربع فصوص، وكل فص من دول بيتقسم لمناطق واجزاء مختلفه مسؤول عن اكشن معين في الجسم.
وللأسف الشديد لسه في ناس بتعتقد إن الكون نشأ صدفة والانفجار العظيم، وإن الإنسان كان أصله مش عارف إيه وبدأ يتطور لغاية ما وصل للصورة الحالية. الشاهد هنا واللي عايز أقوله إن الموضوع بقى مش بشطارتك ولا بالعلم اللي وصلت له ولا بالإنجازات اللي حققتها، ولكن الهداية من الله سبحانه وتعالى. لما بنضغط على نفسنا في فترات الامتحانات، خصوصا في الفاينلز، بيحصل لنا زي بيرن اوت كده، مش بنكون قادرين نذاكر او اننا نمسك القلم، ولكن الواحد مننا بيكون مضطر يذاكر غصب عنه، وده اللي الكليه علمته لنا يعني. فضروري كل ما الانسان مننا استصعب امر يفتكر قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. افتكر انت ليه اخترت الطريق ده. وده هياخدنا للنقطه رقم 6، وهي كتابه الاسباب. يعني من الحاجات اللي بتديني دفعة لقدام وإن أنا أكمل المشوار اللي بدأته، خصوصا لو كان هياخد وقت ومجهود كبير، وهو كتابة الأسباب. أنا ليه اخترت الطريق ده؟ ليه اخترت الكلية دي؟ أيا كانت الأسباب، المهم تكون أسبابك أنت الشخصية، مش حد تاني، أو مش الأسباب اللي شكلها حلو. وده عشان تكون دافع ليك بشكل أو بآخر وقت ما تكون مش قادر إنك تذاكر أو مش قادر إنك تكمل الطريق اللي بدأته. صدقني الموضوع بيفرق جدا عن تجربة شخصية. وقت ما تحس بكده هتبص للأهداف دي أو الأسباب دي، وهتاخد شوت دوبامين محترم كده يخليك تنحت في الصخر زي ما بيقول. يعني خليني أشارك معاكم مثلا. أنا هنا كاتب: أنا ليه اخترت كلية الطب. مش عارف ظاهرة ولا لأ. والنقطة دي كانت بمثابة نقطة تحول في حياتي، وبحب أطبقها دايما قبل ما أبدأ أي طريق، خصوصا لو هياخد وقت ومجهود كبير، لأن عارف إن أنا ممكن أستسلم لو واجهتني صعوبة، ممكن ما أكملش لو واجهتني صعوبة. الخلاصة، عشان حاسس إنك تهت مني أو الفيديو طول: أول بوينت، توقف عن لوم نفسك أكتر من اللازم. لا تقارن نفسك بغيرك، ولكن قارن نفسك بنفسك حاليا وقبل كده، وده من خلال التدوين زي ما قلنا. 3، التقييم باستمرار وتتبع مستوى تقدمك. 4، التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. 5، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن أنت في المكان الأنسب ليك. 6، كتابة الأسباب: أنا ليه اخترت الطريق ده أو الكلية دي. ووصلنا لفقرة الكوت، والكوت بتاع النهارده لثيودور روزفالت. الراجل بيقول: The moment you start believing in yourself, you have already won half the battle. الراجل بيقول: في اللحظة اللي هتؤمن فيها بالإيمان بنفسك، تكون بالفعل قد فزت بنص المعركة. يعني كوت مناسب جدا لموضوع الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تسيب لنا لايك وتشترك في القناة. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم.